السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شكرا جدا لكل اللي دخل قناة جديد. شكرا جدا حبايب قلبي، انتوا نورتوني وشرفتوني كلكم على راسي وعلى دماغي. نورت القناة والقناة زادت كده نور بيكم. ربنا يبارك لي فيكم وما يحرمني منكم ابدا يا رب حبايبي. النهارده يوم كله رمضان في رمضان في رمضان، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الأيام بخير. النهارده كده ده كان يوم سوق. فانا جيت من السوق كنت هشوي السمك. يوم السوق ده عندنا بيبقى ايه، شوي سمك. فطلعت كده الاول كنت هشوي السمك، ما كانش في دماغي اعمل معمر ولا اي حاجه، لكن قعدت كده ايه حله صغيره كده وقلت اخدها اشويها كده جنب السمك. بس طلع حلوه جدا. اليوم كله كده هنقول لكم تفاصيله كده على السريع. اليوم كان في حاجات كتير جدا جدا. هو يوم السوق اصلا كده وشلت الحاجه كده بيبقى متعب شويه. المهم كده طلعنا شوينا السمك وحطينا كده المحمر في الفرن، كان لونه حلو جدا جدا. يعني بما ان الحله عملت كده انا بمسحها كده بحته قماشه كده قبل ما انزل مبلوله، مبيبقاش فيها اي حاجه. يعني مبيبقاش فيها اي حاجه من السمره اللي عليها دي، وبتبقى حلوه قوي. فاهميني؟ شايفين بقى البرام كان عامل ازاي؟ كان لونه حلو قوي 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 وشكله حلو قوي. نزلت حطيت عليه كده معلقه من السمنه وغطيت عليه شويه، والمهم اتغدينا والحمد لله. قمت بقى بعد الغدا عملت حاجات كتير جدا. كنت جايبه بقى حاجات من السوق. دي كانت واحده جنبي كده حبيبتي معطياني كرنب. حتى الكرنب بتاعك طلع مش حلو. شايفين الكرنبايه عامله ازاي؟ اهو الفيديو اللي بيقول اتفرجي على الفيديو بقى واعرفي الكرنب اللي انت عطيهولي مش حلو خالص. وبعد كده ورقه الكرنب مش حلوه كده، مش الورقه الخفيفه دي. انا ما بحبش الكرنب اللي بقى ورقته تخينه دي. الحقيقه ما حبيتش الكرنب ده خالص، كان ورقه وحشه قوي. كنت جايبه 4 كرنبات بس هما كانوا 4 كرنبات صغيرين. قلت ايه، انا هفرزهم واحطهم بقى. وهفرز كده شويه حاجات كنت جايباها ايه من السوق علشان خاطر رمضان. انا مش بعمل فيديو تفريزات واو كبير جدا. انا اصلا في العاده انا بعمل زي ما انا متعوده. في العاده ما بعملش تفريزات لرمضان. ليه بقى يا بنات؟ لان انا بكون في العيله في رمضان، فانا اصلا مش بهتم بتفريزات رمضان خالص. احنا عندنا عيله وعندنا ارياف، في رمضان بننزل في العيله. فكلنا يعني حتى في رمضان انا مش عارفه هعرف اصور في العيله ولا هصور لكم ايه. وانتوا عارفين شغل التورت والجاتات بيكون اصلا هادي والدنيا هاديه في رمضان. فالحقيقه انا شايله هم رمضان جدا. فاقترحوا عليا في التعليقات وقولوا لي اعمل ايه واصور ايه، واقترحوا عليا. ماشي، في حلويات كتير في رمضان وهنبدا فيها باذن الله. طب وبعد ما كميه الحلويات تخلص، الحقيقه هعمل لكم انواع كتير من الكنافه في دماغي، يعني مرتبه لكم. وانواع كتير من القطايف، انواع، انا بقول انواع كمان. يعني في حاجات بتتعمل بكذا طريقه، الكنافه بتتعمل بكذا طريقه. القطايف البقلاوه، كل حاجه هنعملها وننزلها عن الحلويات الشرقيه في رمضان. لان اكتر الاهتمام بيكون بالحلويات الشرقيه، مش الحلويات اللي هي الجاتوهات والحاجات دي. حتى اللي بيشتغل في الحاجات دي عارف ان الدنيا ايه بتهدى في رمضان. والدنيا بتريح في رمضان، ما بيبقاش في شغل تورت وجاتوهات قد كده. لان محدش هياكل تورت وجاتوهات، انتوا عارفين يعني. حتى اللي عنده عيد ميلاد ممكن يأجله للعيد، انه ما يعملوش في رمضان. تمام. المهم كده انا حطيت ميه وملح، بحط ميه وملح بس في قلب الكرنب. وبعد كده ايه بدات ان اسلقه زي ما قلت لكم. الكرنب كان تخين جدا، ورقته تخينه ما كانش حلو. بحط مصفى كده وابدا كده ايه اقطع ورق الكرنب زي ما انتم شايفين كده. هو اغلبيه الكرنب كان ايه المخضر ده، مش الكرنب الابيض الحلو ده. هو ده الكرنب اللي ما بحبوش. المهم هم هيجيبوا لي اصلا ايه، ما فرطوش ورق كتير يعني. هيجيبوا لي على مرتين او ثلاثه كده هعملهم وخلاص. هنستحمل يعني المرتين والتلاتة دول. بس ما اقعدش اعملها الكرنب ده تخين قوي مش حلو. بعد كده بقى انا هخلص كده تقطيع الكرنب زي ما قلت لكم. الدنيا بتبقى مريحه وانا بكون في قلب العيله في رمضان، فدماغي اصلا بتودي وبتجيب ومش عارفه هعمل ايه في رمضان في القناه وهتشتغل ازاي وكده. المهم الله المستعان. انا هحاول اجيب لكم اكبر وصفات ممكنه للحلويات ولكل حاجه. واحاول برضه اصور لكم يومي. شوفوا لو انتوا حابين اصور لكم يومي واصور لكم في العيله وكده، وبعمل ايه وبنزل في امتى وبروح امتى وكده. للي حابب يستفيد للحاجات دي، اللي حاببني انا اصور لكم يومي يكتب لي في التعليقات ويقول لي يعني لو سمحتوا. واللي عايز كمان عروض عيد الام باذن الله، لا بكره لا بعده فيديو عروض عيد الام هينزل لكم باذن الله. اللي حابب عروض عيد الام واللي طالبها مني.
فهو أصلًا في موسمين جايين مع بعض، اللي هو موسم عيد الأم وموسم رمضان، فأنا بدأت كده. زي ما قُلت لكم أنا مش بافرّز تفريزات رمضان، مش متعودة على تفريزات رمضان، علشان باكون في قلب العيلة، بس بافرّز حاجات بسيطة من العصير، لإن إحنا أنتم عارفين في رمضان حتى لو بعد الفطار ممكن أطلع أضرب عصير، ممكن أطلع أضرب حاجة وكده، ومش باجيبها كميات كبيرة يعني، باجيبها كميات بسيطة إن هي تقضّيني أنا وعيلتي الصغيرة البسيطة كده. فهافرّز النهارده معاكم حاجات كده للعصير، لها خصوص بالعصير، أنتِ بقى حابة تعملي كمية أكبر من كده اعملي. أنا أصلًا مش باجيب الحاجة مرّة واحدة، يعني مش باجيب، يعني لو أنا هافرّز أصلًا فراولة في العادة مش باجيب الفراولة كلّها مرّة واحدة وافرّزها لأ، هيكون تعب عليّا لأ، باحب إني يعني كل سوق كده أجيب وزنة، كل سوق أجيب وزنة وافرّزها وارميها في الفريزر، كل سوق أجيب وزنة زيادة عن حاجتي وافرّزها، كده يعني. فأنا مش باحب أجيبها كلّها مرّة واحدة. الفراولة بقى باغسلها كويس زي ما أنتم شايفين كده، وباشيل بس الأخضر كده واحطها كده في مَصفى واسيبها تصفّي خالص، لازم تصفّي خالص. لو أنا مستعجلة عليها ممكن أقلبها كده على فوطة مطبخ نضيفة أو فوطة عندي مخصصة للمطبخ تكون نضيفة، واشيل منها المَيّة خالص، 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 وبعد كده أفرّزها. والجوافة زي ما أنتم شايفين أنا كنت جايبة جوافة وكنت جايبة وزن الجوافة، بس الحمد لله، الحمد لله وألف حمد وشكر لله العيال ما خلّوش فيهم إلا الشوية اللي أنتم شايفينهم دول. الجوافة دي كانت طرية وبيضة وحلوة جدًا، فالعيال كلوها أصلًا، يعني أنا كده أمّا خلّصنا الغدا كان عيالي شدّوا الجوافة وكلوها، يالّا الحمد لله بألف هنا على قلبهم. باشيل كده البذر اللي جوّه وأقطّع كده حوالينه بس كده زي ما أنتم شايفين، واسيب كده البذر من جوّه، حتى لو في حاجة في التقطيع اللي أنا قطّعتها ده فيها بذر مش مشكلة، أنا أصلًا كده باصفّي أي عصير، ما باحبش أي عصير حتى لو ما فيهوش أي حاجة يتعمل من غير ما يتصفّى، لازم أصفّيه وأتأكد إنه كويس. البرتقان بقى كان عندي شوية البرتقان دُمّة كده بقى لهم فترة ومحطوطين كده على الترابيزة بتاعة المطبخ، قُلت لهم تعالوا هو أنتم بقى هييجوا تتفرّزوا، باقطّع البرتقان زي ما أنتِ شايفة كده، وباخلّي السكينة تاخد من البرتقانة ذات نفسها، لإني ما باحبش القطعة البيضا خالص تكون معايا، يعني باكل من البرتقانة ذات نفسها يعني فاهمينّي؟ يعني عشان أشيل كل حاجة من شايفين البرتقانة عاملة إزاي؟ أشيل أكبر قدر ممكن من الغلاف الأبيض اللي على البرتقانة، لإن مش مُحبّب أصلًا إنِّك تعمليه بإيه، يعني مش مُحبّب إنه يكون أصلًا في العصير أو يكون كتير. المهم حاولي على قد ما تقدري تاخدي الغلاف الأبيض ده كده بالسكينة، وبعد كده قطّعته شرايح لو في أي بذرة والّا حاجة وأنتِ بتقطّعيه شرايح هيطلع معاكِ وهتكون زي الفل، لوحدها هتلاقيها بتقع كده أو بالسكينة كده وخلاص بتكون زي الفل. عندي أكياس بقى من الفِل دي، كان التليفون معلش ضلّم شوية عشان كان التليفون بتاعي بيقول لي كفاية عليّا كده، كان بيفصل الحقيقة. عندي أكياس كده حطيتها تحت الورق تحت الأطباق الفِل، ما ينفعش نحط خالص الأكل اللي إحنا هنفرّزه على الأطباق على طول مباشر، فحطيت كده وبدأت كده إني أحط على قد احتياجي وعلى قد احتياج بيتي من العصير. زي ما أنتم شايفين كده حطيت كده عملت البرتقان كده 4 أطباق، برضه هاعبّي الجوافة وهاعبّي الفراولة معاكم زي ما أنتم شايفين. زي ما انتم شايفين كده هاخلص بقى تفريز بقية الحاجات اللي انا عملتها معاكم. هنعمل معاكم كمان دلوقتي مخلل عشان رمضان، هنعمل كمان مخلل جزر كده، كنت جايبه جزر من السوق والحقيقه عد الجزر ده لما السوق اللي بعده جبت عليه كمان وزنه، وهعملهم الاتنين دلوقتي مع بعض. فالوقتي انا خلصت الجوافه زي ما انتم شايفين كده، هحط برضو الفراوله هيجوا برضو 4 اطباق بتهيألي، فكده حلو قوي قوي قوي. يعني الحقيقه فرطوا معايا كتير، الفراوله دي كانت كيلو ونص ب10، أول مرة أنزل السوق وألاقي الكيلو الفراولة كيلو ونص ب10، مش عارفة ليه. أم أحمد باقول لها كيلو ونص ب10، قالت لي عشان أنا ما نزلتش السوق، وقعدت تعيط وندمت ندم عمرها إن أنا ما نزلتش السوق. مش عارفة بيقول لِك دي فراولة بلدي كده، مش عارفة جاية في الآخر إمتى، بس حلوة جدًا، وبيقول لِك الكيلو ونص ب10 حلوة أوي، أمّا الفراولة رابطة على 10 من أول ما جات، فلقيتها بكيلو ونص فجبت الحقيقة يعني. جبت الكيلو ونص ده، والسوق الجاي لو رحت لقيتها هجيب تاني. كل سوق كده اما بروح الاقي حاجه ما اجيبش الحاجه مره واحده، اجيبها كده على مرات زي ما انتم شايفين كده. انا كنت عامله قطايف وكنت هنزل لكم فيديو القطايف في قلب الفيديو ده، بس حسيت ان يبقى طويل جدا جدا جدا، والحقيقه عملتها واتاكلت والوجبه اللوكه كان على ايدي وانا بعملها. فالحقيقه
الواد ملوكة تعبني جدا جدا، في حاجات اصلا وقعت من الفيديو مني وفي حاجات كملت. فالحقيقه الفيديو ده حاسه ان مش موفقه يعني فيه. بس لو حابين ان انا اعمل معاكم القطايف واعمل معاكم كل حلويات رمضان، شوفوا قولوا لي هنبدا بالاول. انا عايزه ابدا بعيد الام الاول ونخلصه وبعد كده نبدا بحلويات رمضان. لو انتوا معايا في الراي قولوا لي اعملي كده. وبرده شوروا عليا زي ما انا قلت لكم قبل كده، اعمل ايه في رمضان وانزل لكم ايه في رمضان. انزل يومياتي عادي اللي انا بكون فيها في العيله وكده، ولا اعمل ايه؟ لان احنا في رمضان بنكون عائله كده مع بعض، ولازم ايه انزل بقى عند حماتي وكده يعني. ما بيكونش في طبيخ في شقتي خالص اصلا. تمام. فالوقت بقى هبدا اعمل المخلل. بقى المخلل ده بتاع رمضان. هتقولي انت بتاكليش فوق في رمضان وهتعملي مخلل رمضان؟ يا جماعه بنسحر بعد الاكل كده بناكل يعني، مش ما بناكلش خالص. السحور برضو بفرز حاجات عشان السحور، وبعمل الفول عشان السحور، وبعمل حاجات كتير كده. لنا طقوس كده قبل رمضان كده لازم اعملها عشان السحور. واهتم طبعا، احنا عندنا في سحور يعني. فلازم ايه، لازم هظبط شويه حاجات واظبط برضو تلاجتي واظبط كل حاجه. وبظبط برضو شويه عصاير. وبعمل كده بقى المخلل زي ما انتم شايفين برضو للسحور. انا بحب بقى المخلل، فايه قلنا كده نعمل شويه الجزر دول، ما اتعملوا شويه حلوين قوي. كنت واقفه اعمل الجزر ده، والاستاذ مالك ده اهو قعد يعيط يعيط يعيط. اول ما بيلاقيني فاتحه الموبايل وبسجل على الصوت، قعد عارف بقعد يضحك اوقات يقعد يتكلم. وقعد عارف ان ايه، ان انا كده بسجل على الصوت او بعمل حاجه. بيبقى فرحان معرفش ليه. فانا كده قطعت الجزر، بقطعت الجزر زي ما انتم شايفينها. القطاعه دي حلوه قوي. بحاول اقطع بالسكينه الجزر كده حتتين، وبعد كده اجيبه بالقطاعه دي كده، او اي 3 شرايح او شريحتين على قد ايه سمك الجزرايه. لا شريحتين لا 3 كده زي ما انتم شايفين كده. بقطعه كده وبرجع ايه اقطع كده. انا هستخدمه كده على الحوض، وهرجع ايه اغسله واعمله. ميه الجزر اللي انت هتعملي بيها الجزر هتحدقيه بيها، لا تخليها ميه مفلتره من الفلتر، لا تكون ميه ايه يعني انت غليتيها وبعد كده بردت. فبيكون كده احسن، مش هتلاقي الجزر رايم معاكي، ولا هتلاقي اي حاجه طلعت ريمت في اي حوادق بتعمليه. فانت حاولي يكون كده يعني. هحط مع الجزر، احط فلفل احمر مهروس. عندي هريسه فلفل احمر في قلب الفريزر، طلعتها وحطيت منها. بحب كده اي مخلل اعمله ميته تكون حمرا. مش عارفه ليه يعني لازم تكون ميته حمرا، بتكون بحس إن شكلها احسن. ما بحبش تكون ملح وبس وليمون وخل وبس. لا، بتكون ميته حمرا بتكون شكلها حلو جدا. الحقيقه مش عندي حبه البركه، بحب حبه البركه جدا مع الحوادق. بس الحقيقه مش عندي، لو متواجد حطها بتخلي الحديقه حلوه جدا. عصفر كمان. هتقولي عصفر مع الليمون بس؟ الحقيقه انا بحطه يعني العصفر هو مع الليمون بس. بس ممكن على فكره احطه برضو مع اي حاجه يعني. هنا حطيت الميه كده بتاعتي اللي انا عاملاها وحطيت فيها الملح. برج كده، او انك تدوبيها في قلب الخلاط بتكون حلو جدا. ما عنديش شطيطه، لو في شطيطه حطي. الحقيقه ما عنديش وما لقيتش في السوق شطيطه خالص. يعني كنت بدور ما لقيتش خالص شطيطه. فلو موجود حطي شطيطه. دي هرسه الفلفل الاحمر ما فرزها كده في قلب الفريزر بالشكل ده. فقطعت منها كده قطعتين كده بقلب السكينة، وحطيتها في قلب الخلاط. وهقفل بقى البرطمان، وهفضل ارج لغاية ما تدوب والملح يدوب. انا برجه كده بستسهل. عايزة تحطيه في الخلاط تمام. اعصري بقى 4 5 6 ليمونات زي ما انتوا هتشوفوا بالشكل ده كده في قلب الخلاط. وحطيت حوالي مع كوباية من الخل او نص كوباية من الخل، مش عارفة انا. جبت ازازة الخل وحدفت شوية كده، وحسيت ان كده طعمه حلو كده تمام قوي. وايه، وزي ما قلت لكم حبه البركه بتبقى طعمها حلو كمان. حطيه فيها لو انت عندك قرنين من الشطه بيكون حلو جدا. ما عنديش، انا استخدمت عادي الشطه البودر. هتديله برضو إيه يعني هتخليه مشطشط شويه كده. انا بحب المخلل بتاعي يكون مشطشط، اي مخلل يكون مشطشط. شكل الجزر بقى بيبقى جميل قوي بالقطاعه دي، بيبقى شكله حلو قوي. في واحده كده كنت ناسياها فاخلص كده واحطها. هغسل بقى الجزر واحطه في الميه بتاعته زي ما انتم شايفين كده. طبعا مش هيقضي، هجيب بقى برطمان صغير تاني واحط فيه الباقي، ما هيتبقى شويه صغيرين كده معايا. فهحطهم برضو في في البرطمان التاني كده. كان معايا ميه برضو في حله جنبي كده، وكنت مبرداها، فهحط منها في البرطمان التاني واحط لها ملح وكده. ونفس الحكايه حطيت لها هريسه الشطه. شايفين الميه بتكون حمرا كده، بتكون شكلها حلو جدا. لو في فلفل احمر عندك، بتهيألي مش عارفه في الايام دي فلفل احمر ولا لا. بتهيألي لا. لو موجود عندك فلفل احمر وانتي فرزاه حتى كده فلفل احمر لوحده، اهرسيه وما تخليهوش مهروس قوي. بيديكي كده اللي هي الحاجات حمرا كده، بتخلي الميه بتاعتك بتاعت الحدق حمرا كده، بتكون حلوه قوي قوي. شكلها حلو وبيخلي لك طعم كمان، والطعم بيبقى حلو قوي.
زي ما انتم شايفين كده هحط الباقي بقى كده في قلب البرطمانات بالشكل ده. هسيب بقى برطمان افتح عليه الاول، وبرطمان ايه اكيد لازم هغيبه شويه. البرطمان اللي انا هغيبه شويه ده حطيت كده الليمون اللي انا عصرته القشر بتاعه فوق كده علشان هو اللي يطفو فوق، مش ايه مش التاني. والتاني عادي يعني هفتحه هو الاول، مش هيجرى اي حاجه. زي ما انتم شايفين كنت عامله القطايف زي ما كنت بقول لكم، ودي التفريزات اللي انا فرستها النهارده عشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وكل المسلمين طيبين. تسلموا لي يا رب، ربنا يعود عليكم الأيام بالخير والسعادة. وده كان يوم النهاردة، يا رب أكون خفيفة على قلبكم، وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.